السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواتي حبايبي طلاب بريبتو عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. الفيديو ده بيتصور في آخر رمضان. طبعا انتوا هتشوفوا الفيديو بعد العيد على طول، فأتمنى إن انتوا تكونوا خلاص بقى انبسطتوا بالكحك وانبسطتوا بالخروجات وبالعيديات وانبسطتوا بكل ده. إن شاء الله داخلين على امتحان شهر بإذن الله، شهر التاني. اتمنى ان احنا خلاص يعني اللي جاب درجه حلوه الشهر اللي فات يبدا ان هو يذاكر عشان يحاول يحافظ على تقدمه باكبر قدر ممكن. واللي ربنا ما اكرمش ان هو يجيب درجه يعني احسن حاجه بقى، سواء كان غياب توفيق او سوء مذاكره يعني. تمام. يحاول ان هو يعوض الترم ده ان شاء الله او الشهر ده باذن الله يعني. ركز معايا، احنا هنتكلم على يونت 2 كامله. ركز معايا طبعا. مش محتاج اقول هات نوت بوك يعني، وهات قلم واكتب ورايا كل كلمه انا هقولها. احنا هنتكلم في يونت 2 عن الساوند. اتكلمنا يونت 1 اتكلمنا عن الويفز، واتكلمنا عن التو تايبس منها، اتكلمنا عن البريدك موشن، اتكلمنا عن الاوزيلاتوري موشن، واتكلمنا عن الويف موشن، اتكلمنا عن الميكانيكال، واتكلمنا عن كل الكلام ده. احنا النهارده هنتكلم عن حاجه يعني فيها تشابه، بس هي مختلفه بس فيها تشابه، فاهم؟ احنا في يونت 1 اتكلمنا عن الساوند واتكلمنا عن اللايت از ويفز. احنا هنتكلم عنهم هنا تفصيليا. اليونت عندنا هتتكون من 3 ليسونز. ليسون 1 هيتكلم عن الساوند والبروبرتيز بتاعته، وليسون 2 وليسون 3 هنتكلم فيهم عن اللايت. طيب تعالى نبدا نتكلم مع بعض عن الساوند. فانا بقول لك والله ان الساوند هو عباره عن ايه. قال لك ان هو external factor. external factor معناها عامل خارجي. طيب هو الاكسترنال فاكتور ده affect the مين؟ the ear. ما هو الساوند هيجي لي فين؟ الاير. طيب لما هيعمل affect لي الاير هيسبب لي مين؟ قال لك والله يا مستر ان هو هيسبب لي hearing sense، هيسبب لي الاحساس بالسمع. يبقى الساوند بالنسبه لي هو مين؟ قال لك والله ان هو affect the ايه؟ the ear causing sense of hearing. طيب انا بقول لك دلوقتي البروبرتيز اوف ساوند. بقول لك ان اول حاجه الساوند بيجي نتيجه الفايبريشن. طيب انت ايه اللي يخليك سامعني دلوقتي؟ انا عندي والله الحنجره هنا اهو بتعمل فايبريشنز، بتتحرك اهي، فمعنى كده هي اللي بتطلع الساوند، بغض النظر يعني عن ان اللسان هو يعني تمام بيحط يعني الكلام وكده، لكن هو الصوت مصدره الاساسي هو الحنجره، هي اللي بتبدا تطلع مين؟ تبدا تطلع الفايبريشنز، فتبدا تترجم لصوت. يبقى الساوند بيجي نتيجه الفايبريشن. وخلي بالك عشان الحته دي مهمه قوي في الكومبليت، مهم جدا important complete. يبقى هو الساوند produced from vibration stop when the vibration stops. خلي بالك بتبقى سؤال غبي، سؤال بيبقى غبي قوي لما اقول لك ان هو sound is produced due to space of bodies and stop when the space. هتقولي the vibration stop. الموضوع بسيط جدا جدا جدا، هو سؤال يعني من كتر بساطته فهو غبي يعني. طيب تاني حاجه بقول لك ان الساوند هي ميكانيكال لونجيتيودينال. اوبا، نفس الكلام تاني. خلي بالك انا الشهر اللي فات طلبه القليوبيه قلت لكم ايه؟ قلت لكم والله ان هيجي سؤال يقول لك give reason for sound waves mechanical longitudinal wave. والله قلنا ميكانيكال ليه؟ قال لك ان هي need a medium to propagate و can't propagate through vacuum اللي هو السبيس. طيب longitudinal قال لك والله ان هي بتكون perpendicular. لا، بتكون مالها in the direction of مين؟ of propagation. طيب بتتكون من مين؟ قال لك طبعا longitudinal، فانا بقول لك ان هي تتكون من compressions، الكلام ده القديم بقى عادي، وراريفاكشنز. ده بالنسبه لمين؟ للساوند ويفز. طيب اهو تكون من compressions وراريفاكشنز. طيب sound waves propagate through the media، لازم يكون عندي بتتحرك بقى في شكل سفيرز، كرات. بمعنى ايه؟ هو دلوقتي خلي بالك ان هنا في كومبير مهمه قوي اقولها من دلوقتي، ان اللايت لما بيتحرك في ستريت لاين. بمعنى ايه؟ انا اهو مديك وشي، لو في لايت في ظهري هل انا شايفه؟ لا. ليه؟ لان اللايت بيتحرك في ستريت لاين. طيب لو في حد ورايا بيتكلم هسمعه. ليه؟ لان الساوند بيتكون من ايه؟ من سفيرز، يعني كرات. من ايه بقى؟ قال لك والله ان هو سفيرز
السنتر بتاعها الساوند سورس، يبقى هو السنتر بتاع الساوند اللي هو خارج من هنا اهو شكل مين؟ كرات كرات كرات. السنتر مين؟ من المصدر نفسه، من السورس اوف ساوند. يبقى معنى كده ان الساوند عندي بيتكون من مين؟ من سفيرز، من كرات. وخلي بالك دي مهمه جدا برضو للكومبليت. ادي الساوند اهو. طيب بعد كده باجي اقول لك ان انا بسمع الساوند من كل الدايركشنز. ليه؟ بقول لك because sound travel through process of compression و refactions. بيتكون من ايه؟ compression و refactions. وبرده لازم اضيف الجزء ان هو بيتحرك فين؟ في spheres. طيب لما اجي اقول لك what's meant by the wavelength of sound waves is 1.5 meter. معنى الويف لينث ان هو الديستانس between مين ومين؟ compression and. يبقى هنا اقول two successive compression ان هم 1.5 يا اما two successive rarefactions. خلي بالك لازم اقول كلمه center، ووضحنا ليه المره اللي فاتت بقول السنتر. يبقى هنا لما يجي يقول لي what's meant by هحط الديفينيشن this mean اول حاجه، بعد كده بحط الديفينيشن اللي هو بتاع الويف لينث، واحط النمبر اللي فاضل لي في الاخر. طيب بعد كده بقول لك الساوند فيلوسيتي. خدها رول مني عامه ان الفيلوسيتي بتاعت اي حاجه هي الديستانس covered by 1 second. بمعنى لما اجي اقول لك مثلا speed of light تقول لك ان هي مين؟ والله the distance covered by light through 1 second. sound velocity it's the distance covered by sound in 1 second. لما اجي اقول لك velocity of Mr. محمد is مين؟ the distance covered by مين؟ Mr. محمد in 1 second. وهكذا. يبقى الديفينيشن بتاع الفيلوسيتي او السبيد هو الديستانس كفر مين؟ باي سكند. طيب بعد كده بقول لك ان بيتحرك بديفرنت فيلوسيتيز، اكيد سرعته مختلفه. فانا بقول لك والله ان السبيد اوف ساوند في السوليد بيكون اكبر من الليكويد، بيكون اكبر من الجاز. يبقى السبيد اوف ساوند بتكون اقل حاجه في الجاز. بص كده البروباجيشن في الجاز بيبقى عامل ازاي؟ بص في الليكويد اكبر شويه، في السوليد اكبر خالص. يبقى البروباجيشن بتاع الساوند بيكون اسرع في solid than liquid than gas. طيب يبقى الساوند waves propagate through different media with different velocities. طيب مهمه قوي، اقسم بالله مهمه جدا 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 جدا، ان السبيد اوف ساوند 340 متر بير سكند. مهمه جدا 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 جدا، ركز معايا. يبقى معنى كده ان الساوند فيلوسيتي ثرو جازز اللي هو الاير 340 متر بير سكند. مهمه جدا 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 جدا. انا هل بلغت؟ اللهم فشل. بعد كده اهو لسه بنقول ان الفيلوسيتي في الليكويد لارجر ذان جازز، وطبعا في السوليد اعلى من الليكويدز. يبقى السبيد اوف لايت اعلى حاجه بتبقى فين؟ في السوليد. بعد كده بتبقى فين؟ في الليكويد. بعد كده بتبقى فين؟ في الجاز. خلي بالك احنا قلنا المعلومه دي في يونت 1 في ليسن 2 في اواخره كده. طيب عندي بعد كده الاوديبل ساوند، الصوت اللي انا اقدر اسمعه ممكن يكون حاجه من الاثنين، يا اما يكون ميوزيكال تون. فانا بقول لك ان الميوزيكال تون ده بيكون عنده يونيفورم فريكوانسي. يونيفورم فريكوانسي يبقى هنا يونيفورم فريكوانسي، الفريكوانسي بتاعه يونيفورم ثابت. بعد كده بقول ان هو comfortable to be heard، مريح ان انا اسمعه زي صوتي كده، يعني صوت انا كمستر محمد يعني يعتبر ميوزيكال تون. ليه؟ بقول لك والله ان هو يونيفورم فريكوانسي. يبقى يجي لك سؤال مهم جدا يقول لك فايولين اللي هو الكمان يعتبر ميوزيكال تون، هتقول لي because it have uniform frequency. تمام؟ طيب يعني هنا الميوزيكال تون انا احب ان انا اسمعها، يعني الاير هتبقى بالنسبه لها comfortable to hear it، زي الفايولين والبيانو والريد بايب. الريد بايب ده اللي هو بتاع بينفخوا فيها هو ده. طيب هنا دي غلطه سوري، المفروض ان هنا تبقى مين؟ نويز. بقول لك ان النويز نون يونيفورم فريكوانسي. يبقى الفرق ما بين الميوزيكال تون والنويز ان الميوزيكال تون بتبقى ايه؟ بتبقى يونيفورم فريكوانسي، لكن النويز بتبقى نون يونيفورم فريكوانسي، وبالتالي uncomfortable to be heard، مش ألذ حاجه ان انا اسمعها، وداني مش هترتاح لها. تمام؟ طيب زي مين؟ زي اللاود سبيكرز. اللاود سبيكرز ده اللي هو مكبرات الصوت
او زي الدريل اللي هو الحفار ده يعتبر بالنسبه لي نويز. تالت حاجه الهورنز اوف كارز اللي هو الكلاكسات، اللي هو النص ساعه اللي قبل الفطار اللي ودانك بتتخرم فيها. طيب ده بالنسبه للفرق ما بين مين ومين، ما بين الميوزيكال تونز وما بين النويز. يبقى الفرق الاساسي ما بينهم او الفرق الجوهري المين ديفرنس بالنسبه لي ان الميوزيكال تون بتكون مالها الفريكونسي بتاعها يونيفورم، لكن الناحيه الثانيه في النويز بتبقى مالها يبقى الفريكونسي ماله نون يونيفورم. طيب بعد كده بقول ان هنا في مين، في الميوزيكال تون comfortable to be heard، لكن هنا في النويز uncomfortable to be heard. تقدر هنا تقول لي violin بيانو و reed pipe، لكن هنا تقدر تقول لي زي الدريل واللاود سبيكرز والهورنز اوف كارز. طيب properties of sound waves مهمه جدا. اول حاجه ان الهيومن ear can differentiate، اقدر اميز ما بين الساوندز باكتر من حاجه. اول حاجه يكون عندي الساوند بيتش بقدر اميز ما بينها الساوندز يا اما تكون هارش اللي هي رف، يا اما تكون شارب هارش او شارب. يبقى الساوند ريتش هي بروبرتي للاير. تخليها تعمل ايه يا مستر؟ قال لك والله ان البروبرتي دي بتخليها اقدر تميز ما بين مين ومين، ما بين الهارش ساوند وما بين الشارب ساوند. يعني ايه يا مستر؟ الهارش ساوند ده اللي هو الصوت الخشن زي صوت المن مثلا، صوت بيبقى رف خشن كده، صوت يعني كده. يا اما يكون شارب صوت مسرسع زي صوت 99.9% من البنات يعني. يبقى هنا دي بروبرتي بقدر اميز بيها ما بين الهارش ساوند وما بين الشارب ساوند. طيب بعد كده بقول لك الومن او الشارب ساوند عامه بيبقى عنده هاي فريكونسي، بيبقى عنده هاي فريكونسي. طيب خلينا هنا كده ان هو سوفت، يبقى الشارب ده اللي هو سوفت زي صوت الومن. فانا بقول لك طالما هو شارب يبقى عنده هاي بيتش ساوند. يبقى خلي بالي كده، يبقى الومن بيبقى صوتها بيشرطها ايه؟ شارب، بيبقى عنده هاي فريكونسي. تمام، بيبقى ماله هاي بيتش. يبقى voice of woman ماله high pitched sound، بقول ان هو sharp، بقول ان هو high frequency. الناحية التانية بتكلم عن الهارش ساوند، بقول لك ان هو low pitch sound وبيكون low pitched وبيكون اكيد طبعا low frequency. طيب ركز معايا عشان الحتة اللي جاية دي مهمة جدا important. بقول لك sound becomes more harsher، هيصبح خشن اكتر as length of string increase. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي لما كيف يجيبك تبقى راجل موسيقي قد الدنيا، بتجيب استك، تقطع الاستك توصله هنا كده، تقطع حته منه توصل بسنانك من هنا وحتى تفضل تعزف كده. بقول لك كل ما هزود طول الاستك اللي انت بتعزف بيه ده كل ما الساوند هيكون هارش. تمام؟ ليه؟ لان الفريكونسي هيقل، number of vibrations عندي هيقل. طيب فانا بقول لك هنا يبقى become harsher. تمام؟ طيب وهيصبح شاربر لما اللينس ده يقل. يبقى لو انا هجيب بقى كده الاستك من هنا، يبقى حته صغيره اللي موجوده هيبقى شارب، هطول هتبقى هارش، الموضوع ايه؟ منتهي. يبقى هنا خلي بالك كده على جنب كده ان هي مين؟ inversely relation. طيب في اي مشكله لحد هنا؟ طيب يبقى كده نلم بقى الدنيا كده. بقول لك ان الومن بتبقى عندها sharp sound high pitched sound، بقول لك ان هو عنده high frequency. طيب بالنسبه للمن بيبقى عنده harsh sound low frequency و low pitched sound. طيب بعد كده بقول لك by increasing the length of string ايه اللي هيحصل بالظبط؟ يبقى هنا الساوند هيبقى مين؟ harsh. طيب by decreasing the length of string بالنسبه لي الساوند هيبقى مين؟ هيبقى sharp. طيب دي بالنسبه لي البوينت اللي انا اتكلم فيها. بعد كده نخش على property. بعد كده بقول لك ان انا عندي حاجه الساوند بيتش increased by increasing the frequency. يبقى انا كده كل ما هزود الفريكونسي كل ما الساوند بيتش هيزيد، كل ما الصوت هيبقى شاربر. تمام؟ طيب and vice versa يعني العكس بالعكس. معنى العكس بالعكس يعني لو increase دي decrease يبقى the sound pitch decrease by decreasing the frequency. vice versa معناها العكس بالعكس. يبقى الساوند بيتش كل ما هزود الفريكونسي كل ما هزود الهاي بيتش كل ما هيبقى شاربر اكتر. طيب
بعد كده قلنا لسه قايلين ان الشارب تونز عندها هاي فريكونسي والهارش تون بيبقى عندها لو فريكونسي. تمام. طيب لسه قايلين ان الفريكونسي انكريز باي ديكريزنج ذا لينث. لما قلنا تجيب الاستيك كده كل ما الطول هيقل، طول السترنج نفسه كل ما هيبقى عندي فايبريشنز اكتر، فمعنى كده ان هيكون عندي مين؟ فريكونسي اعلى، وبالتالي هيبقى مين؟ هيبقى شارب. هطول السترنج، هلاقي معنى كده ايه اللي حصل؟ ايوه بالظبط، هلاقي مين؟ ان الطول عندي زاد، وبالتالي الفريكونسي ديكريز. وبناء عليه هقول لك مين بقى؟ ان هنا هيبقى هارش ساوند. عندنا بعد كده حاجه اسمها سيفرتس ويلز، عايزك تركز معايا في الحته دي. طيب خلي بالك هو هنا عاوز يعمل ايه؟ هو هنا خلي بالك ان هو عاوز يسمع تون معينه، وبناء على التون المعينه دي هيبدا يحسب الفريكونسي بتاعها. يبقى كل القصه من سيفرتس ويل ان انا عاوز احدد الفريكونسي بتاع الانون تون. يبقى انا عندي انون تون انا مش عارف الفريكونسي بتاعها ايه، انا عاوز احسب الفريكونسي بتاعها. طيب انا عندي قانون، انا مش هسيبك طبعا للكلام ده، ركز معايا كده. اف ان دي تي. الاف ريحتك وحشه، فريكونسي، ودي بتتقاس بالهرتز. عندي التي اللي هو التايم، وده بيتقاس عندي بالسكند. عندي بعد كده الدي اللي هي نمبر اوف سايكلز. دي بقول لك بقى ان هي سواء اليونت بتاعتها سايكل او روتيشن ايا كان. الان نمبر اوف تيث ودي اليونت بتاعتها تيث، مش محتاجه يعني. طيب لو انا عاوز احسب الاف، ركز معايا كده يا حبيبي، ركز معايا. الاف هحط صباعي على الاف، ادي ايدي على الاف، هكتب الاف. مين اللي جنب بعض؟ الان والدي، يبقى ان باي دي اوفر مين؟ التي. طيب انا عاوز بقى يا مستر احسب التي، هحط صباعي على التي. التي ايكوال مين؟ ان باي دي اوفر الاف. طب انا بقى يا مستر كيف يعمل ايه؟ احسب الان. طب الان هتبقى ايه؟ حط صباعك على الان. مين اللي جنب بعض؟ الاف والتي هيبقوا فوق، ان باي تي. مين اللي اتفضل؟ الدي. طب انا بقى يا مستر عايز احسب الدي، لا دي هسيبها لك انت بقى يا خف. هتبقى مين؟ يلا. ايوه شاطر، ان هي ولا الحلاوه دي باي دي اوفر التي. ده بالنسبه لي اللوز اللي انا لو هحسب بيها المسائل دي. وخلي بالك المسائل دي مهمه جدا 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 جدا، وخلي بالك هنحل عليها كتير. طيب هنا بيقول لي انا لازم طبعا لما اجي احل مساله زي كده هكتب المربع الجميل اللذيذ بتاعي هنا اف ان دي تي. طيب خلي بالك انا عاوزك تعمل حته تركايه كده هتلخص لك المساله كلها. هتعمل داش كده على جنب. طيب وات از ذا فريكونسي؟ يبقى هو انا عايز احسب الفريكونسي، هكتب هنا اف، حط كويستشن ماركس. طيب what the frequency of a tune produced by Sievert's wheel that rotate with the velocity 900 cycle. يبقى ده مين؟ الدي. يبقى الدي بكام؟ 900 cycle. التي ب 3 minute. هل انا بتعمل 3؟ هل انا بشتغل بالمينت؟ قلت بشتغل بالسكند. طب المينت فيها كام سكند؟ فيها 60 سكند. يبقى هنا 3 باي 60 ايكوال كام؟ 180. طيب بعد كده number of teeth of the gear is 30. يبقى الان بكام؟ 30 teeth. طب انا عاوز احسب مين؟ الاف، فدي الاف ايكوال ان باي دي اوفر التي. يبقى الاف ايكوال مين؟ ان باي دي اوفر التي. الان بكام؟ اهو هتجيب الداتا من هنا على طول، 30 الدي 900 التي بكام؟ 180. الموضوع كده كبير قوي، ثانية واحدة. هنا تقريبا ايكوال 150 مين؟ هرتز. في مشكلة كده؟ ده بالنسبة لي مين؟ الفريكونسي هنا.
طيب حل واحده كمان. عاوز نمبر اوف روتيشن، هرسم برضو الكروم بتاعي هنا اف ان دي تي، هكتب الداتا، ارص الداتا بتاعتي على جنب. طيب قال لك نمبر اوف روتيشن ان 2 مينت، يبقى التايم عندي بكام؟ ب 2 باي 60 لان انا مش بشتغل بالمينت، ايكوال كام؟ 120. طيب made by separate wheel producing sound frequency، اداني الاف بكام؟ 300 هرتز. طيب if a metallic plate touches one gear of 100 teeth، يبقى عندي ال n بكام؟ ب 100 teeth. عايز احسب مين؟ ال d، يبقى ال d ايكوال، حط صباعي على الدي اهي، f باي t اوفر n، f باي t اوفر ال n. الاف بكام يا مستر؟ اهي، يبقى اجيب كل حاجه من هنا 300 باي التي بكام؟ 120. طيب ال n بكام؟ ب 100. ب 360. تمام، دي مين سايكل. طيب حل اللي بعده اهو. طيب ادي اف ان دي تي. عاوز اقول لك حاجه، وقف دلوقتي الشاشه وحلها لوحدك، وبعد كده انا هحلها اهو. بعد ما احلها شوف حلك صح ولا غلط عشان تتاكد بقى. طيب هنا بقول لك ان هنا ان الدي بكام؟ 3600، التي ب 3 باي 60 اللي هي 180. تمام، اوبا، ومديني هنا الويف لينث، يبقى مين؟ اللامدا بكام؟ 17 متر. عاوز يحسب الفي. طيب انا هنا معايا مين؟ قال لك والله سوا الدي موجوده، التي موجوده. طيب انا من خلال الدي والتي اقدر احسب الفي على طول. الفي ايكوال دي اوفر تي. الدي بكام؟ والتي هنا 180، ايكوال 20 متر بير سكند. ده بالنسبه لمين؟ للفيلوسيتي. طيب ماشي. بعد كده من خلال الفي اقدر اجيب الاف. تعال نحسب بعد كده برضو مين؟ الان. تعال نجيب الان. اقدر اجيب الاف. فاكرين مش احنا قلنا المره اللي فاتت ان الفي ايكوال اف باي لامدا؟ انا عاوز اجيب الاف، يبقى ايكوال لامدا اوفر، يبقى في اوفر لامدا، في اوفر لامدا ايكوال كام؟ 20 اوفر 17 equal 1.17 هرتز. طيب من خلالها اقدر اجيب الان اف باي تي اوفر الدي. طيب بعد كده calculate a frequency of tone. بعد كده هنا بقول لك برضو ادي الاف ان دي تي. عايز الاف، مش معايا. بقول لك ان الان بال 30، الدي هنا، وبعد كده مين؟ التي ب 2 باي 60 اللي هي كام؟ 120. يلا يا شاطر. الاف ايكوال مين؟ ان باي دي اوفر تي، ان باي دي اوفر تي. الان بكام؟ 30، الدي 960، التي بكام؟ 120. هنا فوق شوف بقى كده الكالكوليتور. 240
40 هرتز. طيب اللي بعده كده خلاص ساوند بيتش خلصت. نخش على تاني بروبرتي عندي هي الساوند انتنستي. بقول لك ان الساوند انتنستي انا هنا بقدر اميز ما بين السترونج وما بين الويك ساوند، لكن في الساوند بيتش كنت بفرق ما بين ومين؟ ما بين الهارش والشارب، لكن هنا هفرق ما بين الويك والسترونج. طيب اكزامبل، انا بقول لك ان صوت الدرامز ممكن يبقى سترونج لو انا هعمل عليها مين؟ بيتن سترونجلي اهو. كل ما يعمل سترونجلي اكتر كل ما يبقى مين؟ بيبقى سترونج. طيب لو هو يعمل ويك هتبقى سوفت. بص الفرق ما بين هنا عندي، بص الكانون هنا المدفع، لكن بص هنا البندقيه اللي هي الرايفل. بص هنا صوت مين اقوى؟ اكيد طبعا هنا سترونج، سترونجر ذان. ليه؟ عشان هنا الساوند انتنستي هنا اعلى. يبقى الساوند انتنستي اقدر اميز ما بينها ما بين السترونج ساوند وما بين الويك. طيب باجي بعد كده بقول ان الانتنستي اوف ساوند ان ذا certain point بقيسها ازاي بقى؟ quantity of sound of energy falling perpendicular. يعني ايه؟ انا عاوز احسب اللي هو هنا الساوند انتنستي، فرضا ان ده هنا اريا ده اللي هو 1 متر سكوير. ببدا احسبه ازاي؟ قال لك والله انا هشوف كميه الساوند انرجي اللي هتنزل بريبنديكولار في ال1 سكند هنا. طيب يبقى هنا الساوند انتنسي بقيسها ازاي؟ قال لك والله انا احسب اماونت اوف ساوند انرجي اللي هتنزل على ايه؟ سيرتين اريا، على منطقه محدده في 1 سكند. طيب بقول لك لو الساوند انرجي كان هاي معنى كده ان هو يبقى سترونج، لكن لو كان لو هيبقى ويك ساوند. في مشكله كده؟ يبقى انا بالنسبه لي لو كان هاي يبقى مين؟ يبقى سترونج. طب لو كان لو هيبقى ويك ساوند. بعد كده بقول لك ان الساوند انتنستي، وخلي بالك ان دي مهمه جدا 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 جدا، الفرق ما بين الاثنين. الساوند انتنستي اليونت بتاعتي وات بير متر سكوير، والنويز انتنستي النويز اللي هو الضوضاء زي صوتك كده يلا، ده اليونت بتاعته مين؟ ديسيبل. يعني معنى كده ان الميجرنج يونت بتاعت الساوند انتنستي بالوات بير متر سكوير، لكن النويز انتنستي بقيسها بالديسيبل. ايه اللي بيأثر على الساوند انتنسي؟ قال لك اول حاجه الديستانس بتوين اير اند ساوند سورس. طبعا لو انا واقف هنا وانت واقف جنبي مسافه متر، انا صوتي مش هيتغير، انا واقف بتكلم زي ما انا بنفس تون الصوت بنفس كل حاجه، وانت خدت 5 6 خطوات ورا وانا لسه بتكلم بنفس تون الصوت. هل بالنسبه لك الساوند انتنستي شده الصوت هتبقى هي؟ اكيد لا. طب لو قلت لك ابعد ورا 5 6 خطوات وقف في اخر الكوريدور، اكيد برضو الساوند انتنستي هتقل. يبقى الساوند انتنستي decrease by increasing the distance between source of sound and ear. فانا بقول لك والله ان الاي اللي هي الانتنستي inversely relation مع 1 over d square. بمعنى ايه؟ هزود الدي للدبل. يبقى هنا خلي بالك، انا هنا لسه هنجيب وايت بورد هنا كده ونفسر القصه دي. انا بقول لك والله ان هي 1 over d square. بص بقى، لو انا هخلي الدي دبل يبقى هنا ناخد بقى الكيسز بتاعتي دبل، ناخد بقى ايه؟ نعوز الكيسز لو increase ولو هنا decrease. طيب لو هزودها للدبل معنى كده انها تبقى مين؟ 1 over 2 سكوير. يبقى معنى كده decrease to quarter. يبقى انا كل لما هزود الدي للدبل الساوند انتنسي decrease to مين؟ to quarter 1 over 4. ليه؟ لان الساوند انتنسي مالها inversely relation مع مين؟ مع السكوير اوف distance between مين؟ الاير والسورس اوف ساوند. طيب لو انا هزودها 3 تايمز هتبقى مين؟ 1 over 3 سكوير. هتبقى مين؟ decrease to 1 over 9. هتقول لي هو انا لو جات لي في give reason او جات لي في complete ينفع اكتبها كده؟ ينفع تكتبها كده، لكن لو في مساله بدوس اس اند دي. طيب لو انا هزود 4 تايمز، كل ده خلي بالك انا بزود الدي هي اللي بتحكم فيها سواء بزود او بقلل، فهتبقى 1
اوفر 4 سكوير ايكوال 1 اوفر 16. يبقى هتقل ال 1 اوفر 16. طيب لو انا قلت لك 5 تايمز نفس الفكره بقى، انت المفروض خلاص يعني تبقى 1 اوفر 5 سكوير تبقى 1 اوفر 25. هتقل لايه؟ للرقم ده. طيب لو انا جيت قلت لك ان الدي decrease to half للنص، فانا هقول لك معنى كده ان 1 اوفر هاف سكوير هتبقى كام؟ قال لك والله ان الاي increase to مين؟ اقول لك ان هو 1 اوفر هاف سكوير 4 تايمز. يبقى هنا increase 4 تايمز. خلي بالك ان هنا العكس عشان تبقى واخد بالك. طب لو انا هنا لو قللت للكوارتر هتبقى مين؟ 1 اوفر كوارتر سكوير. هلاقي ان هي بيحصل ايه؟ بتزيد. اللي هي بقت مين؟ زادت 16 تايمز. تمام كده؟ خلي بالك الحته دي مهمه جدا 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 جدا. طيب ده اسمه ايه؟ inverse square of law of sound. يبقى هنا الساوند intensity at point I اللي هي ال I at point inversely proportional to the square distance اللي هو ال D square. تمام؟ طيب اهو يبقى عندي هنا ايه؟ هزود بقى المسافه لما تبقى هنا تقل اللي هو للربع. زودت المسافه 3 تايمز قلت لمين؟ ل 1 اوفر 9. طيب بعد كده بقول لك تاني حاجه الامبليتيود. لو انا جبت مسطره وثبتها على تيبل ورحت عامل كده، كل ما هزود الامبليتيود كل ما الساوند انتنسيتي انكريز. يبقى هنا بس هنا بقى مين؟ اهو هنا ديكريزنج، يعني هنا دايركت ريليشن. كل لما هزود الامبليتيود كل ما الساوند انتنسيتي هيقل، وكل ما الساوند يبقى كده كل ما الامبليتيود ديكريز كل ما الساوند انتنسيتي ديكريز. طيب مع مين بقى؟ مع الدبل او مع هنا السكوير. يعني مثلا لو انا زودت الامبليتيود للدبل هتبقى مين؟ 2 سكوير هتبقى مين؟ يبقى الاي انكريز 4 تايمز. لو انا زودت دي ل 3 تايمز دي هتزداد لمين؟ ل 3 باي 2. يبقى خلي بالك الاثنين انكريز، بس هنا مين؟ مع ال اسمه 8 سكوير اللي هو الامبليتيود سكوير، لكن هناك كانت مع ال 1 اوفر دي سكوير. بعد كده اهو ده بقول لك بقى ان هو يبقى 4 تايمز لسه قايلينها. تالت حاجه معايا السيرفيس اريا. لو انا جبت الموبايل بتاعي كده اهو وراح عمل فايبريشن في الهواء، سبته يعمل فايبريشن في الهواء، نفس الموبايل خلوته يعمل فايبريشن على ايه؟ على التيبل. هلاقي ايه اللي بيحصل؟ هلاقي والله ان الفايبريشن اللي على التيبل صوتها هيبقى مسموع. ليه يا مستر؟ لان السيرفيس اريا بتاعت التيبل اكبر من السيرفيس اريا بتاعت الاير. يبقى انت عاوز تقول لي معنى كده ان by increasing the surface area the sound intensity increase. تمام؟ فانا عندي حاجه اسمها ريزونانس بوكس اللي هو صندوق رنان، بحط فيه مين؟ بحط عليه بقى الجسم عشان يبدا يعمل مين؟ فايبريشن، والفايبريشن بتاعه هيكون اعلى. تمام؟ طيب عارفين انتوا الجيتار من جوه بيبقى فاضي ليه؟ to increase the surface area of vibrating to increase the sound intensity. بعد كده بقول لك ان انا عندي الميديوم density. كان هنا في تجربه، التجربه دي انا بعمل فيها ايه؟ قال لك والله ان انا هنا بجيب جلاس، تمام كده، بحط جواه الارم منبه. بعد كده ببدا اسحب مين؟ ببدا اسحب الهواء اللي جواه. فهاجي الاقي ان الساوند انتنستي هنا ديكريزد، قلت. طب قلت ليه؟ حد يعرف يقول لي هي قلت ليه؟ هسيبك تفكر. طيب فانا بقول لك ان هي هتقل. طيب ليه هتقل؟ لان انا هنا خلاص بقى الاير دينستي جوه اقل، فكل ما الدينستي هتقل كل ما الساوند انتنستي هتقل. طيب لو انا جيت قلت لك ان في جوه هيليوم والتاني فيه كربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد هو اللي هيبقى فيه الساوند انتنستي اعلى. ليه يا مستر؟ لان الدينستي بتاعه الكربون دايوكسيد اكبر من الدينستي بتاعه مين؟ بتاعه الهيليوم. تمام كده؟ طيب
ده جزء معانا مهم جدا. طيب اخر حاجه بتاثر معايا في الساوند انتنستي وهي الويند دايركشن. فاكر كده وانت صغير كنت عيل اهبل، كنت بتقف قدام المروحه وتفضل تغني، كنت بتلاقي ان الساوند انتنستي اقل. ليه؟ لان انت في الاوبوزيت دايركشن اوف ويند. يبقى لو انا بتكلم والويند ماشيه معايا في نفس الدايركشن الساوند انتنستي انكريز. لو انا بتكلم في الاوبوزيت دايركشن بتاع الويند يبقى الساوند انتنستي ديكريز. عندي بعد كده الاير بلجز دي، والله بفكر البسها في الكلاسز بتاعتي عشان ما اسمعش النويزز اللي بسمعها. قال لك بتبقى مصنوعه من السيليكون. يبقى الاير بلجز تبقى مصنوعه من ايه؟ من السيليكون. بتاخد الاكسترنال اير كانال، الجزء ده باخد الشكل بتاعه هنا، بتمنع بقى ايه؟ اي نويزز. تمام؟ زي ما ايه؟ زي ما توم بيعمل كده. اخر حاجه عندي في الجزئيه دي اللي هو الساوند تايب. طيب انا بقول لك لو انا عندي تو ساوندز الاتنين شبه بعض في الانتنستي وشبه بعض فين؟ اول حاجه خدناها ايه؟ اول حاجه خدناها ايه؟ بتاعت الفريكونسي بيتش. لو هما شبه بعض في البيتش وفي الانتنستي هل كده اقدر اميز بينهم؟ ازاي؟ عن طريق الساوند تايب. ازاي يا مستر؟ ما هو انا بقول لك لو انا عندي بيانو وعندي فايولين والاتنين عندهم نفس الفريكونسي والاتنين عندهم نفس الانتنسي، هل وداني تقدر تميز بينهم؟ ليه؟ عن طريق الساوند تايب اللي هي الكواليتي، ده نوع صوت مختلف. طيب اهو انا بيكون عندي حاجه زي هنا كده، دي التون بتاعتها مالها؟ فوندامنتال تون. بصوا هنا ان دي كومباوند او كومبلكس تون. بص بقى، انا عندي لو انا عندي تونينج فورك اللي هي الشوكه الرنانه بتبقى بيور سامبل تون اللي هي بتبقى فاندامنتال، بتبقى بيزك. اهو بص شكلها جميل ولذيذ وفاندامنتال وجميله قوي. بيزك زي ما شفنا هنا، بيزك جميله جدا. بص هنا كومبلكس جدا اهي. فانا بقول لك ان هي الفاندامنتال تون بتبقى بيور سامبل تون. طيب بعد كده بقول لك اهو هنا بص بتبقى كومبلكس ازاي في البيانو. طيب هو ليه هنا بقت كومبلكس؟ انا عندي حاجه اسمها هارمونيك تون، عندي حاجه اسمها هارمونيك تون. وخلي بالك ان قصه الهارمونيك تون دي مهمه جدا 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 جدا. طيب فانا بقول لك ان الهارمونيك تون دي بتبقى تونز بتبقى مالها؟ اكومبايند تون، بتبقى مصاحبه للفوندامنتال تون. يبقى الهارمونيك تون بتيجي مع الفوندامنتال تون. طيب بتبقى اعلى منها في ايه؟ اعلى منها في البيتش. بص هنا عندي كام ويف؟ ادي 1 2 3 4 ويفز، لكن هنا 2 ويفز بس. هي اعلى منها في الايه؟ في البيتش، واقل منها في الانتنستي. بص هنا الانتنستي هنا عامل ازاي؟ ادي الجزء ده بس، لكن هنا ده. يبقى هنا كده الهارمونيك تون بتبقى اعلى من الفوندامنتال في ايه؟ في البيتش، واقل منها في الانتنستي. في مشكله كده؟ طيب يبقى الهارمونيك تون هي تونز بتبقى مالها؟ بتبقى مع البيزك تون اللي هي الفوندامنتال، بس هي اقل منها في الانتنستي واعلى منها فين؟ في البيتش. طيب اللي اقدر اميز ما بين الديفرنت سورسز لو هم ايكوال في الانتنسيتي وايكوال في البيتش؟ عن طريق مين؟ عن طريق الهارمونيك تون اللي بتبقى اسوشيت تو ذا بيزك تون اللي بتخرج من الايه؟ من السورس اوف ساوند. فده بيغير لي مين؟ الساوند تايب. عندي تايب اوف ساوند ويفز، عندي اوديبل ساوندز اللي هي اسمها السونيك، وعندي انفراسونيك، وعندي التراسونيك. بقول لك ان الاوديبل ساوندز بقول لك ان الفريكونسي بتاعها من 20 هرتز. يبقى انا هقدر اسمع ما بين 20 هرتز و20 كيلو هرتز. اقل من 20 هرتز يبقى ده مين؟ يبقى ده انفراسونيك. طب لو اعلى من من اعلى من 20000 اللي هو 20 كيلو هرتز يبقى ده مين؟ انفراسونيك. انا اقدر اسمع ما بين الاثنين دول بس. تمام؟ طيب ليه بقول لك؟ because ear transmit the effect of the sound to the brain which translate it into sound او audible sound. لو اعلى من كده يعني اصلا الاير مش تستقبلها، فمش يقدر تبعتها للبرين يقدر يعمل لها البروسيس بتاعها فاقدر اسمع. لازم يكون ما بين ال 20 لحد 20 كيلو هرتز.
بعد كده بقول لك النون اوديبل عندي نوعين، يا اما يكون انفراسونيك ودي بتكون اقل من 20 هرتز. زي مين؟ زي الساوندز اللي بتخرج اللي بتيجي قبل الستورمز، قبل العاصف بيبقى فيه اصوات كده احنا ما بنسمعهاش اصلا. فدي بالنسبه لي مين؟ انفراسونيك. يا اما يكون التراسونيك ودي هتكون مالها مور ذان 20 كيلو هرتز. عندي اول حاجه بستخدم الانفراسونيك دي في الميديكال فيلد. عارفين اللي هي الستونز اللي هي الحصوات اللي بتكون موجوده في اليوريترز وفي الكدني، بيبدا يعمل لها مين؟ بيبدا يعمل لها بريكنج داون، بيبدا يكسرها. يبدا عندنا حاجه اسمها البروستيت تومرز، سرطان البروستاتا ده عند المينز بس، وهنبدا نعرف البروستيت اصلا اخرها في اخر يونت خالص. بيبدا يكشف عن تضخمها، يعني بيعمل مين؟ ديسكفرنج للتومرز، للاورام السرطانيه. في الاندستريال فيلد ببدا اعمل ستيرلايزيشن اللي هو تعقيم الفود والووتر والميلك. اشمعنى؟ قال لك والله ان هو بيقدر يقتل تايبس اوف بكتيريا، وبيقدر يعمل مين؟ ستوب ذا اكشن اوف سام فيروسز، بيقدر يوقف الفيروسات. يبقى انا كده بستخدمه اول حاجه في الميديكال فيلد في 3 حاجات: بريكنج داون للستونز اوف يوريترز اند كدني، بيعمل مين؟ بعد كده بيشتغل مع مين؟ ميل بروستات تومر، وديسكفرنج مين؟ تومرز. طيب في الاندستريال فيلد بستخدمه في استرلايزيشن فود والووتر والميلك. ليه؟ قال لك بيقتل البكتيريا وبيوقف مين؟ الاكشن بتاع الفيروس. طيب في الميلاتري فيلد، في المجال العسكري، عارفين انتوا لاند ماينز دي اللي هي الالغام. الالغام زي اللي بتشوفوها في الافلام كده، لو حد وقف عليها ورفع بس اتحرك من مكانه هتفرقع فيه. قال لك بيكتشفوها عن طريق مين؟ الانفراسونيك. طيب ده الجزء بتاع يونت 1، يونت 2 سوري، ليسون 1. طيب نخش بقى في الجزء بتاع ليسون 2. هنا بقى هنتكلم عن اللايت. لو فاكر ان احنا قلنا الساوند كنت بقدر اميز عن طريق الاير، كان هو اكسترنال فاكتور بس كان بيأثر على مين؟ على الاير. هنا هيأثر على مين؟ على الاي. في الساوند كان بيسبب الهيرنج، السمع، لكن هنا هيسبب مين؟ الفيجن اللي هي الرؤيه. بعد كده بقول لك ان اللايت هو الكترومagnetic. ليه الكترومagnetic؟ لان هو ماله بالظبط؟ don't need medium to propagate وكان propagate through vacuum. طيب باجي بعد كده بقول ان هو transverse. ليه؟ because its particles move perpendicular to the propagation, the direction of the propagation. طيب قال لك ان السبيد بتاعته كبيره جدا، 3 باي 10 باور 8 متر بير سكند. خلي بالك لو جابها لك كيلومتر بير سكند هتبقى 3 باي 10 باور 5. خلي بالك عشان مهمه جدا 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 جدا. يبقى السبيد بتاعته 3 باي 10 باور 8 متر بير سكند. طيب قال لك بما ان هو الكترومagnetic ترانسفيرس فهيكون عندي من كريستس وترافس اللي هي بيبقى شكلها عامل كده. طيب عندي بعد كده الفيزيبل سبيكترم اللي انا هقدر، عندي تريانجولار جلاس بريزم اللي هو المنشور الزجاجي ده، بيبدا يعمل ايه بقى؟ بيعمل انالايز لللايت، هيبدا يحلله للسيفن كولرز اللي هم مين؟ اللي هم الريد والاورنج واليلو والجرين والبلو والاندجو والفايلت. طيب مين بالنسبه لي المين سورس اوف لايت؟ مصدر الطاقه الرئيسي على كوكب الارض بالنسبه لي هو الصن. ضوء الشمس لونه ايه؟ اللي قال اصفر حمار، هو وايت كلر. طيب بما ان هو وايت كلر فاقدر اعمل له انالايز للسيفن كلرز اللي هم مين؟ السيفن كلرز اللي عندنا اللي هم الريد والاورنج واليلو والجرين والريد والاندجو والفايلت. دول اسمهم سبيكتروم كلرز. يبقى هنا بقدر، يبقى هنا عند سبيكتروم كلرز ببدا اعمل له مين؟ انالايز لمين؟ للوايت لايت. بعد كده بقول لك لو انا عايز اشوفها بوضوح هجيب سي دي وهقلبه وهفضل اعمل فيه كده. السي دي اللي هو الاسطوانه دي اكيد يعني عارف عنها الزمن يعني. تمام. فدي بتوريني السبيكتروم كلرز. طيب انا بقول لك ان انا عندي الترينجولار بريزم بيعمل مين؟ زي ما احنا شايفين هنا انا كان عندي وايت لايت هيبدا يخرجوا لي مين؟ للسيفن كلرز. خلي بالك ان انا عندي هنا الريد هو اللوست ديفيجن ده اللي هو مين؟ الانحراف، هو اقل انحراف. طيب وليه؟ لان هو اقرب واحد للبريزم ابيكس. الايه هنا دي اللي هي اقرب حاجه للهيد بتاعته، للابيكس راسه. طيب اقل فريكونسي يبقى هو اقل ديفيشن واقل فريكونسي.
يبقى هو اكبر ويف لينث. ليه؟ لان انا عندي انفرسلي ريليشن ما بين الاف وما بين اللامدا. يبقى هو هنا الريد هو اقل مين؟ اقل فريكونسي، واقل مين؟ ديفيشن اللي هو انحراف. ليه؟ لان هو الكلوز تو مين؟ تو بريزم ابيكس. بقول لك ان هو طالما هو اللوست فريكونسي فهو الهايست في مين؟ في الويف لينث. باجي عند الفايلت بقول لك ان هو عنده الهايست ديفيشن اللي هو اعلى واحد فيهم انحراف، لان هو مين؟ كلوز تو بيز اوف مين؟ اوف تريانجولار بريزم. طالما هو العكس بقى هنا يبقى هايست فريكونسي، يبقى هو مين؟ شورتست ويف لينث. طيب كان عندي ساينتست بعد كده اسمه ماكس بلانك. ماكس بلانك جه سنه 1900. قال لك ايه بقى؟ ان انا عندي اللايت بيتكون من ايه؟ من كوانتم، من انرجي كوانتم، كمات من الطاقه. طيب هيسميها ايه؟ قال لك هسميها فوتونز. يبقى هنا كده ماكس بلانك قال لك اللايت بيتكون من ايه؟ قال لك ان هو كوانتم اوف انرجي، كم من الطاقه. قال لك الكمات من الطاقه دي هسميها مين؟ قال لك هسميها فوتونز. طيب لو انا عاوز احسب الانرجي اوف فوتون اللي هي الاي، يبقى الانرجي اوف فوتون ايكوال مين؟ كونستانت. الكونستانت ده بالنسبه لي اللي هو بلانكس كونستانت، سميناه على اسمه. يبقى بلانكس كونستانت ده هو عامه رقم ثابت، هو مش عندنا، هو 6.6 باي 10 باور نيجاتيف 34. هو الرقم ده مش عليا حفظ عامه، بس هو رقم ثابت. يبقى انا لو عاوز اجيب الانرجي بتاع الفوتون هجيب مين؟ هجيب الكونستانت اللي هو بلانكس كونستانت وهضربه في مين؟ في الفوتون فريكونسي. تمام؟ يبقى معنى كده كل ما الفريكونسي هيزيد كل ما الفوتون انرجي هيزيد. تقدر تقول لي مين اكتر لايت عنده انرجي؟ صح، الفايوليت. ليه؟ لان هو عنده مين؟ الهايست فريكونسي. هنا بعد كده بيقول لك which one، ده احنا لسه قايلين ان هو يبقى الجريتست بالنسبه لي الفايوليت. تمام؟ ليه؟ لان هو عنده هايست فريكونسي. بعد كده بقول ان انا عندي اللايت ممكن استخدم السبوت لايتس اللي هو الانوار اللي هي السبوتس دي. ليه؟ بستخدمها والله عشان مين؟ ارتفاكتس اللي هي اللوحات الفنيه، بحطها فوق اللوحات الفنيه كده عشان اقدر مين؟ اشوف الصور كويس. طيب بعد كده عندي اورنامنتد لامبس اللي هي اللمبات اللي هي بتاعت الزينه دي. قال لك انا بستخدمها مين؟ بتجيب لي جوي وهابينيس للبليس. عندي الستاند لامبس اللي هي الاباجورات، بعملها مين؟ كونسنتريت لايت فور ريدنج، بستخدمها للقرايه. تمام؟ ده مين؟ ده السبوت بتاع دي برضو الايه؟ الاباجورات. طيب لما اجي اقسم الميديم هاجي اقسمه لثلاث حاجات: ترانسبيرنت، ترانسليوسنت، وهقسمه ثالث حاجه معايا هو مين؟ اوبيك اللي هو المعتم. فانا بقول لك ان الترانسبيرنت allow light to pass through it، اي حاجه شفافه هتخلي اللايت يعدي من خلالها. طيب بقدر اشوف من وراها clearly، بقدر اشوف من وراها بوضوح. زي مين؟ زي الاير، زي الكلير جلاس. لان خلي بالك ان في عندي جلاس اللي هو الفلنت اللي هو بنقول عليه اللي هو المنقوش ده. تمام؟ والاير والووتر والجلاس كاب، كل دي حاجات بقدر اشوف من وراها بوضوح جدا. طيب خلي بالك كل ما هزود الثيكنس كل ما هزود مين؟ هقلل الرؤيه عندي. يعني مثلا انت لسه قايل لي يا مستر ان الووتر ترانسبيرنت، هل لو انت بصيت في الميه في البحر تقدر تشوف السمك؟ لا. ليه؟ لان كل ما بزود الثيكنس بتاع الترانسبيرنت كل ما ايه اللي بيحصل؟ كل ما اللايت انتنستي بيقل، كميه الضوء بتقل. تمام؟ طيب بعد كده عندي ترانسليوسنت ميديوم اللي هو السيمي ترانسبيرنت allow part of light، جزء من اللايت to pass through them، جزء منه بيعدي وجزء بيحصل له absorption. طيب بقدر اشوف من وراه بس less clearly، مش بوضوح قوي. زي مين؟ زي الفلانت جلاس اللي هو الزجاج اللي هو المصنفر ده، ومين؟ والتيشو بيبر ورقه المنديل، بس خلي بالك اللي هو منديل يكون طبقه واحده، ده بالنسبه لي مين؟ سيمي ترانسبيرنت. عندي بعد كده الاوبيك ميديوم اللي هو دونت بريمت لايت تو باس ثرو ات، اللايت مش بيعدي من خلاله، زي الكلوث، زي البلانت ليفز، زي الميلك. الميلك خلي بالك هو اوبيك مش ترانسبيرنت، الميلك مش شفاف، مش عايز غباء. طيب بعد كده بقول لك هو ليه الكرتون بيبر ورق الكرتون بيعتبر بالنسبه لي اوبيك ميديوم؟ because doesn't prevent light to pass through it، الضوء مش بيعدي عليه. باجي بعد كده بقول لك ان اللايت ترافل ان ستريت لاين، يعني هو بيتحرك في ستريت لاين. وعمل تجربه هنا ان انا هجيب هنا، خلي بالك انتوا التجربه دي اي ثينك درستوها في جريد 5 او في جريد 6 اهو.
طيب لو انا شديت دي من مكانها كده جبتها يمين شويه، هل هقدر اشوف؟ لا. ليه؟ لان اللايت ترافل ان ستريت لاين. بس خلي بالك اقدر اتحكم في الثيكنس بتاعها. عارف لو انت جبت قلم ليزر ممكن تخلي الثيكنس بتاعه تخين او رفيع او ارفع وهكذا. يبقى انا بقدر اتحكم في الثيكنس بتاع اللايت. يبقى الثيكنس اوف لايت كان بي كنترولد. هنا بقى اللايت انتنستي نفس الفكره بالظبط بتاعت الساوند انتنستي. كل ما هزود الديستانس بتوين ادي السورس اوف لايت، تمام، لحد مين؟ لحد السيرفيس، لحد السطح، ايه اللي هيحصل؟ اللايت انتنستي ديكريز. برضه هنا لو انا هزود للدبل تبقى ديكريز تو كوارتر، نفس الفكره بالظبط. الاي بس هنا الاي انتنستي اوف لايت 1 اوفر دي سكوير، نفس الفكره اللي فاتت بالظبط، مفيهاش اي اختلاف. لو زودت دي للدبل فدي هتقل للكوارتر، دي يبقى هنا دي العكس، لو زودت دي للدبل دي هتقل للكوارتر، زودت لدي ل 3 تايمز دي هتقل مين؟ ل 1 اوفر 9 وهكذا. تمام كده؟ طيب اللايت انتنستي برضو احنا خدنا الساوند انتنستي قلنا ذا كوانتيتي اوف ساوند فولينج بريبنديكولار تو ذا يونت اوف اريا. هنا هشيل كلمه لايت وهحط ساوند. تمام. طيب اللايت انتنستي ديكريز باي انكريزنج ذا ديستانس. كل ما ازود الديستانس كل ما الساوند انتنستي ايه اللي هيحصل لها؟ هتقل. تمام. ودي لسه الريليشن اللي احنا لسه قايلينها. لحد هنا ليسون 2 خلص. ان شاء الله هنحل مع بعض دلوقتي وهنخش مع بعض في ليسون 3. ليسون 3 هنكمل فيه كلام عن اللايت، هنتكلم فيه عن حاجتين، لايت ريفلكشن ولايت ريفراكشن. طيب بالنسبه لللايت ريفلكشن فانا بقول لك ان هو ريباوندنج. يعني ايه ريباوندنج؟ يعني ريتيرند باك. يعني لو انا بقول لك انا معايا كوره، رحت جاي شايط الكوره في الحيطه، ايه اللي هيحصل؟ الكوره هتترد لي تاني، ريباوندنج. نفس الفكره بالظبط. طب يا مستر ازاي امتى اللايت هيحصل له ريباوندنج؟ قال لك لما يقابل ريفلكتنج سيرفيس، سطح عاكس. زي لو انت دلوقتي وقفت في البلكونه والدنيا شمس، رحت جايب مرايه وقعدت ترازي فيها في اللي رايح واللي جاي. طيب يبقى انت كده في بالنسبه لك ميرور، المرايه دي ريفلكتنج سيرفيس، يبقى اللايت هيعمل مين؟ هيرجع تاني لذا سيم ميديم. يعني لو من الهواء، لو انا في هواء اهو وهعمل بالمرايه كده ففي نفس الميديم، جبت ليزر وقعدت تلعب بيه في المرايه فبيعمل برضه لايت ريفليكشن. يبقى اللايت ريفليكشن بيحصل ريباوند اللي هو ريتيرن باك لللايت لما يقابل مين؟ ريفلكتنج سيرفيس. طيب بقول لك ان انا عندي تو تايبس اوف ريفليكشن. اول حاجه ان يكون عندي ريجولار ريفليكشن. طب امتى بيحصل ريجولار ريفليكشن؟ لما انا بيكون السيرفيس اللي عندي سموث اند شايني. سموث اللي هو سطح ناعم، تمام. طيب قال لك كله هيحصل له في وان دايركشن. بص كده ركز على دي، وان دايركشن. طيب زي مين؟ زي البلين ميرور اللي هي المرايه بقى، اللي احنا المرايه العاديه اللي احنا بنبص فيها، المرايه بتاعت البيت يعني. شيت اوف الومنيوم، ورق الفويل، يا اما الستانلس ستيل، كل ده المهم اي ميتال او اي بلين ميرور دي اقدر تعمل مين؟ ريجولار ريفليكشن. طيب ايه ريجولار ريفليكشن؟ بيحصل لما قابل رف ريفليكتنج سيرفيس، اي سطح بقى مين؟ رف. زي يقول لك بيبر، ليفي اوف تري، وول، ليذر اللي هو الجلد، كل ده بيعمل ايه؟ مين؟ ريجولار ريفليكشن. طيب ده بيحصل ان ديفرنت دايركشن. بص هنا بيحصل في ديفرنت دايركشن، لكن هنا بيحصل في مين؟ في وان دايركشن. يبقى الفرق ما بين الريجولار والريجولار ان الريجولار بيحصل فين؟ لازم يكون السيرفيس سموث اند شايني. طيب بما ان هو سموث اند شايني هيحصل مين؟ الريفليكشن ان وان دايركشن، على عكس الريجولار بيبقى رف ريفلكتنج سيرفيس، بيحصل من مين؟ ان ديفرنت دايركشنز. تعالى بقى للمهم. انا عندي هنا اللايت بدأ ينزل من هنا مكان ما السهم رايح. خلي بالك ان انا دي برسمها كده، خلي بالك ده الجزء الظهر بتاع المرايه اللي هو الجزء السيلفر اللي من جوه، لازم ارسم الخط ده وانا برسم. انا عندي الانسيدنت راي. هو مين الانسيدنت راي ده؟ قال لك والله يا مستر ان ده الراي اهو، الانسيدنت لايت راي. هو مين؟ قال لك ان هو نارو بيم اللي هو راي لايت راي. قال لك بيتحرك ان ستريت لاين. طيب قال لك هينزل فين؟ انترسكس، هينزل لحد ريفلكتنج سيرفيس اللي هو ده. يبقى هنا اللايت راي اللي هينزل اللي يعمل انترسكس هينزل على الريفلكتنج سيرفيس ده مين؟ انسيدنت لايت راي.
تعالى بص الريفلكتد لايت راي، بقول لك ان هو مين؟ نارو لايت بيم، اللي هو نارو لايت راي. قال لك ان هو مين؟ قال لك ذات ريفلكتد، اللي هيرجع خلاص. بص السهم راجع من اللايت، من مين؟ من الريفلكتد سيرفيس. يبقى هو لو رايح للريفلكتد سيرفيس، انا ببص على السهم لقيت السهم رايح للميرور، الميرور لقيت السهم رايح للميرور، يبقى ده مين؟ يبقى ده انسيدنت لايت راي. لقيته راجع، يبقى ده ريفلكتد لايت راي. تمام كده؟ طيب يبقى هنا ده نازل ولا راجع؟ اهو نازل اهو، يبقى انسيدنت لايت راي. اهو راجع اهو، يبقى ده ريفلكتد لايت راي. طيب انا عندي في النص هنا حاجه اسمها نورمال. خلي بالك ان النورمال ده مش حقيقي، هو خط افتراضي انا رسمته بعيني كده، خط افتراضي بيقسم الانجل هنا للاثنين. فانا بقول لك ان انا عندي الانجل اكس اللي هي انجل اوف انسيدنس ايكوال انجل اوف ريفليكشن. طيب هو يعني ايه يا مستر انجل اوف انسيدنس؟ بقول لك والله هي الانجل بتوين مين ومين؟ الانسيدنت لايت راي. يبقى هي الانجل بتوين انسيدنت لايت راي ومين تاني؟ ونورمال. تمام. طيب الانجل اوف ريفليكشن نفس الكلام، the angle between reflected light ray and مين؟ and the normal. خلي بالك ان النورمال ده بيبقى perpendicular to the reflecting surface. معنى ان هو perpendicular ان الانجل دي هنا كده 90. في مشكله كده؟ يبقى انا عندي الانجل اوف انسيدنس دي الانجل بتوين مين ومين؟ ما بين الانسيدنت لايت راي وما بين النورمال. النورمال ده بيكون مين؟ perpendicular on reflecting surface. طيب الانجل اوف ريفليكشن بقول لك ان هو مين؟ it's angle between reflected light ray and the line perpendicular to reflecting surface اللي هو مين؟ النورمال. طيب عندي للريفليكشن تو لوز. اول لو عندي بقول لك ان الاكس ايكوال واي، يبقى الانجل اوف انسيدنس ايكوال انجل اوف ريفليكشن. انا جيت قلت لك والله ان دي الاكس ب 30، يبقى معنى كده دي ب 30 زيها، دي ب 40، دي 40 زيها، يبقى دايما الانجل اوف انسيدنس ايكوال انجل اوف ريفليكشن. طيب عندي سكند لو، بقول لك ان انا عندي الانسيدنت لايت راي والريفلكتد لايت راي والنورمال لاين. حلو، يبقى انا عندي كده الثري لاينز اللي عندي انسيدنت لايت راي وريفلكتد لايت راي ومين؟ والنورمال. قال لك ان الثلاثه موجودين فين؟ في وان بلين. وان بلين يعني في مستوى واحد. بص كده اهم كلهم هنا في مستوى واحد، ولو قلبتها يبقوا تحت، يبقى هم كلهم ان ذا سيم بلين. قال لك بريبنديكولار تو اهو، بريبنديكولار بالنسبه لمين؟ للريفلكتنج سيرفيس. يبقى هنا الفيرست لو ان انجل اوف انسيدنس ايكوال انجل اوف ريفليكشن. طيب سكند لو بقول لك مين بقى؟ incident light ray reflected light ray and the normal مالهم؟ مالهم؟ one plane، موجودين على one plane perpendicular to the reflecting surface. طيب شايف هنا؟ خلي بالك ان هنا النورمال هنا الانجل ما بين الانسيدنت لايت راي وما بين النورمال ايكوال زيرو. هنا زيرو، يبقى معنى كده ان هنا هيعمل مين؟ reflected on itself، هينعكس على نفسه. ليه؟ لان الانجل اوف انسيدنس ايكوال انجل اوف ريفليكشن ايكوال زيرو. يبقى هنا كده لما هينزل perpendicular، يبقى هنا when the instant light ray fall perpendicular in reflecting surface ايه اللي هيحصل له؟ reflects on itself. ليه؟ لان الانجل اوف انسيدنس ايكوال انجل اوف ريفليكشن ايكوال زيرو. مهم جدا 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 كجيف ريزون، مهم فوق ما تتخيل. ده بالنسبه لمين؟ لللايت ريفليكشن. نخش للجزء اللي بعده اللي هو اسمه لايت ريفراكشن. بقول لك اللايت ريفراكشن هو هنا بعمل ايه؟ تشينج للايت باث. انا عندي مسار الضوء ماشي بيتحرك كده، فجاه واحده بص غير المسار بتاعه وخرج بمسار مختلف. بمعنى كده بقول لك change the path of light when it travels through transparent medium. طب هو لو انا مثلا دخلت في الوول في الحيطه، ما مش هيحصل، هو خلاص هو هتعمل لها absorption. طيب يبقى هنا change of light path when it travel from transparent medium to another transparent medium، بس هيكونوا مختلفين في الاوبتيكال دينستي. اوبتيكال دينستي معناها ان هو هيقدر يعدي ضوء بقد ايه. اكيد الضوء في الهواء مش هيبقى نفس الكفاءه بتاعت الضوء في الووتر، مش هيبقى بنفس الكفاءه بتاعت الضوء في الجلاس وهكذا، فهيكون مختلف فين؟ في الاوبتيكال دينستي. تمام كده؟ طيب انا بقول لك اهو ده الانسيدنت لايت راي، وده بقى مين؟ مش ريفلكتد لايت راي، ريفراكتد لايت راي. تمام؟ وده مين؟
emergent ray اللي هو بيخرج، يبقى انا كده عندي 3 incident light ray، وعندي refracted light ray، وعندي emergent ray. طيب انا بقول لك ان انا عندي الاوبتيكال دينستي ان هي الابيليتي اوف ترانسبيرنت ميديوم تو ريفراكت ذا لايت، قدره الوسط نفسه، يبقى الاوبتيكال او الدينستي اللي هي مين؟ ability of transparent medium to refract light. فكره ان الجزء نفسه او الميديم نفسه يعمل ريفراكت، ده مين؟ ده الاوبتيكال دينستي. يبقى هنا الميديم، كل ميديم ليه الاوبتيكال دينستي بتاعته، مفيش تو ميديمز عندهم نفس الدينستي. يعني مثلا الاير والووتر مختلفين، الاير والجلاس مختلفين، الووتر والجلاس مختلفين، وهكذا. مفيش تو ميديمز عندهم نفس الاوبتيكال دينستي. طيب فانا بقول لك ليه الاوبتيكال دينستي بتختلف من ميديم للتاني؟ قال لك مين؟ لان كل ميديم عنده مين؟ اون دينستي. طيب بعد كده بقول لك كل ما الاوبتيكال دينستي انكريز، كل ما هزود الاوبتيكال دينستي، كل ما مين بقى؟ السبيد ديكريز. كل ما ازود الدينستي بتاعته فالسبيد اوف لايت ديكريز. عندي هنا بقى الانجل اوف انسيدنس نفس الديفينيشن بالظبط، اتس انجل بتوين incident light ray and the mean and the normal line. Angle of refraction is the angle between refracted light ray and the normal. يبقى خلي بالك لو incidence هي مين؟ angle between incident light ray and the normal. Reflection angle between reflected light ray and the normal. Refracted angle between refraction light ray and the normal. طيب عندي بعد كده الانجل اوف ايمرجنس هي الانجل بتوين ايمرجنت لايت راي اند ذا مين؟ ذا نورمال. طيب لما يجي يقول لي يعني ايه الايمرجنت انجل ب 50، معنى كده هقول لك ان ذاتس مين؟ ذا انجل بتوين، لو قلنا ايمرجنت صح يبقى ايمرجنت لايت راي اند ذا لاين بريبنديكولار هو النورمال، مالهم؟ ايكوال 50. يبقى ده بالنسبه لي مين؟ واتس مين تو باي. انا بقول لك لو الاي او لو اللايت هيتحرك من لور دينستي، من لور دينستي لهاير دينستي، يبقى من لو، من ال، من لو لهاي هيتحرك مين؟ نير، يتحرك قريب. يبقى لو انا من لو دينستي لهاي دينستي هيقرب. يبقى هنا خلينا نقولها بالعربي، لو من اقل لاكبر فيها اقل، تمام؟ نير هيبقى هيقرب من النورمال، بمعنى انا هقول لك ادي هنا ميديم اي وميديم بي، ادي النورمال اهو، تمام؟ اهو خلي بالك ادي هنا مثلا من لو، انا قلت من لو لهاي صح؟ هي كده قريب من النورمال. يبقى كل هقول كده، يبقى اللايت ري لما هيجي من لور ميديم لهاير ميديم هيعمل مين؟ هيرفراكت ماله؟ نيرر ذا مين؟ ذا نورمال. طيب لو انا هتحرك من الهاير دينستي العكس بقى، من اعلى في الدينستي لاقل في الدينستي، يبقى هيعمل مين؟ ريفراكت فار، هيبقى بعيد. يعني مثلا لو انا قلت ان انا عندي كده ده هاي وده اللو، هيمشي كده هيبعد عنه، تمام كده؟ طيب يبقى لو انا بتحرك من لو لهاي الريفراكت هيبقى ماله؟ نير. من لو لهاي هيبقى نير، من هاي للو هيبقى فار، تمام؟ طيب لو هو هيخرج بريبنديكولار كده اهو، هينزل كده، قال لك ان هو هيعدي من غير اي ريفراكشن. يبقى لو اللايت هيخرج بريبنديكولار من ميديم لميديم مش هياخد اي ريفراكشن، هينزل زي ما هو. عندي بقى حاجه اسمها absolute refractive index of medium. دي بحسبها ازاي؟ قال لك بجيب السبيد اوف لايت ان ذا اير، يبقى speed of light on air over speed of light in medium. يبقى لو انا عايز اجيب احسب مثلا الابسوليوت ريفراكتيف اندكس للجلاس، هجيب السبيد اوف لايت في الاير اوفر السبيد اوف لايت ان جلاس، تمام؟ لو انا عاوز احسب للووتر يبقى السبيد اوف لايت ان ووتر اوفر السبيد اوف لايت ان مين؟ في الاير اوفر الووتر. لو عايز احسب مثلا للجلاس يبقى السبيد اوف اير
speed of light on air over speed of light on glass. دايما خلي بالك ان الرقم ده بيطلع اكبر من 1. ليه؟ لان ال speed of light in air is greater than speed of light in any medium. تمام؟ اهو ده اجابه مين؟ السؤال. هنا بيقول لي عاوز يحسب السبيد اوف لايت، او هنا مديني السبيد اوف لايت بالنسبه للووتر، يبقى ده الفي الووتر. عاوز يحسب مين؟ الابسوليوت ريفراكتيف اندكس اللي هو مين؟ سبيد اوف لايت او سبيد اون اير اوفر سبيد اون ووتر، يبقى مين؟ 3 باي 10 اوفر 8 اوفر 2.25 باي 10 اوفر 8، هيطلع 1.33. طبعا ملهاش يونت. ليه؟ لان خلي بالك ان دي فيلوسيتي ودي فيلوسيتي. لو انا قلت لك ام اوفر ام ما هي ب 1، في اوفر في ما هي ب 1، طالما هو نفس القيمه او نفس اليونت، نفس الحاجه اللي بقيسها، هتطلع من غير يونت. تمام كده؟ طيب في عندي natural phenomena related to the light reflection وريفراكشن. قال لك اول حاجه، لو انا جبت كوبايه وحطيت فيها قلم، كوبايه شفافه وحطيت فيها قلم، ايه اللي هيحصل؟ والله القلم هيبان ان هو مكسور. ليه؟ due to light refraction. يبقى اول حاجه البنسل هنا البارشال immersed، يعني هنا بقى مغمور جزئيا في الووتر، يبان ان هو مكسور. ليه؟ عشان يحصل لايت ريفراكشن. تاني حاجه، ادي حماده جاي يبص على السمكه مكانها هنا، هو هيتهيأ له ان هي فوق شويه. ليه؟ عشان مين؟ هو هيبدا يشوفها في مكان غير مكانها الطبيعي due to light refraction. فهنا هو هيشوف الاكستنشن. بص، وهنا اللايت ري المفروض يبقى خارج كده، هو هيشوف هنا. خلي بالك ان هو هنا حصل ريفراكت من الووتر للاير، فهو هنا هيشوف الاكستنشن اوف لايت. خلي بالك اهو، هيشوفه من غير الريفراكشن اهو فهيشوفها، يبدا يشوفها هنا. تمام كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ apparent position of object. هيبدا يشوف الاوبجكت في مكان اعلى من المكان بتاعه. خلي بالك برضو لو انت جبت كوين جنيه وحطيته في طبق ميه، هتحس ان الجنيه فوق مكانه الطبيعي. ليه؟ لان انت بتشوف الاكستنشن بتاع اللايت راي، مش بتشوف اللايت راي نفسه. الا بقى لو انت بصيت بريبنديكولار تشوفه في نفس المكان. ليه؟ لان انت هنا اصلا مش هيحصل ريفراكشن، هو هنا اللايت هيعدي بريبنديكولار عادي جدا. اخر حاجه معايا في اليونت كلها اسمها الميراج. بقول لك ان هنا الميراج دي ناتشورال فينومينا تيك بليس اون ذا ديزرت، بيحصل في الديزرت رودز. قال لك ان انا بشوف مين؟ وانا ماشي في الطريق بحس ان انا شايف الجزء يعني بحس ان انا يعني از ميرور، ببدا اشوف الانفيرتد ايمج، صوره وهي مقلوبه ديو تو مين؟ توتال انترنال ريفليكشن. بيحصل مين؟ انعكاس كلي. فكره الانعكاس الكلي تفصيليا هناخدها ان شاء الله في السنين اللي جايه، يعني على الاغلب في ثانيه ثانوي، اما تطبقش عليكم نظام البكالوريا والحاجات الكتيره اللي بنسمعها دي. اهو قال لك ان انا بحس ان انا شايف الحاجات على الارض، لكن هي مش بتكون موجوده على الارض ولا حاجه. تمام؟ ده بالنسبه لي مين؟ دي ميراج اللي هو ايه؟ السراب اهو. هل النخله موجوده على الارض؟ لا، ولا دي صوره بالنسبه لها، هو انا شايفها نتيجه مين؟ اللايت ريفراكشن. ولحد هنا تكون اليونت بتاعتنا خلصت. هل السيشن خلصت؟ ما خلصتش، لسه هنحل ريفيجن شيت. الريفيجن شيت طبعا زي ما احنا عارفين ان هو هيكون موجود على الشانل بتاعت التليجرام، تبدا ان انت تحمله وتحله عادي، وان شاء الله باذن الله انزل لكم الموديل انسر، بس انا هحله معاكم هنا يعني. يلا نحل مع بعض. complete number 1 in separate wheel by using the same gear the sound produced will be sharper. هيبقى ارفع. طالما هو شاربر يبقى معنى كده انا هزود في مين؟ خلي بالك انا هنا ممكن ازود، يبقى هنا خلي بالك انا عندي الاف، هنا عندي ان دي تي. خلي بالك هو قال لي ان انا هثبت الان، يبقى معنى كده هزود في مين؟ في الدي. خلي بالك هو هنا عشان يبقى شاربر هزود في مين؟ increasing its frequency. او ممكن ازود في number of cycles. تمام؟ طيب باجي بعد كده بقول لك some animals such as space and space can hear ultrasonic. الجزئيه دي نسيت اقولها في الشرح. يعني هي بتعدي منين؟ من البات ودولفين. يبقى البات والدولفين هما دول اللي بيقدروا يسمعوا مين؟ الالتراسونيك ساوند.
يبقى الالتراسونيك ويفز بيقدر يسمعها مين؟ البات، وبيقدر يسمعها الدولفين. خلي بالك ان هم بيعملوا ايكو لوكيشن، بيبداوا ان هم يخرجوا ساوند ويفز. ساوند ويفز دي تبدا تخبط في الاوبجكت اللي هو قدامهم كده، يحصل له مين؟ يحصل له ريفلكتد، يرجع لهم تاني، فبالتالي يقدروا يحددوا مين؟ البري الفريسه بتاعتهم، يقدروا يحددوا المكان اللي هم رايحينه. طيب بعد كده بقول لك the measuring unit of sound intensity. sound intensity بقيسها بمين؟ وات بير متر سكوير. لكن النويز انتنستي بقيسها بمين؟ قال لك بالديسيبل. اللي بعده the intensity of sound at certain point is measured by the quantity of sound energy falling in 1 second on a unit area at this point. طيب مين الويفز اللي بستخدمها في الميديكال؟ قال لك مين؟ التراسونيك ويفز. طيب بتعمل بريكنج داون لمين؟ بريكنج ستونز اللي هو بتاعت اليوريترز والكدني. طيب the human ear can differentiate between the sound through the 3 different factors اللي هو مين ومين ومين؟ البيتش، intensity، type أو quality. اللي بعده the velocity of sound through solid بالنسبة للسوليد is greater than السوليد أكبر من الليكويد، أكبر من الجاز. طيب its velocity through gas is less than liquid. طيب the sound intensity is characteristics by which human can differentiate. يبقى sound intensity بقدر اميز ما بين مين ومين؟ ما بين السترونج والويك. لكن لو قال لي sound pitch ما بين مين ومين؟ ما بين الهارش والشارب. ear plugs made of silicone used to avoid the hazards of noise. اللي بعده the human ear can't detect the sound wave of frequency. الاير مش هتقدر تسمع اقل من كام؟ من 20 هرتز. and that frequency is more than 20 كيلو هرتز. اللي بعده sound intensity at certain point is space proportional to the square of the amplitude. طالما مع الامبليتيود يبقى مين؟ directly. تمام. طيب the velocity of sound through the air ما هي ال V equal F by lambda. بتعتمد على حاجتين، ايه هما؟ الفريكونسي والويف لينز. يبقى السبيد بتاعت اي ويف عامه سواء ساوند لايت اي ويف بتعتمد على حاجتين، على الفريكونسي وعلى مين؟ وعلى اللامدا. طيب نخش في اللي بعده. بعد كده بيقول لي sound can be classified into 2 groups. التو جروبس اللي عندي هم مين بقى؟ musical tones ونويز. حلو قوي. the voice of the woman is space pitch. الوومن بيبقى عنده high pitch. طالما هو high pitch بيبقى مين؟ بيبقى sharp. اللي بعده the voice of men is ماله؟ low pitch، فبالتالي بيكون ماله harsh. اللي بعده the sharpness of voice space the level. يبقى هنا كل ما ال sharpness of voice increase يبقى مين؟ الليفل اللي هو البيتش increase. خلي بالك لو كتبت لي دي decrease ودي decrease تمام، لان هو هنا directly proportional. طيب the sharp tones have الشارب عنده مين؟ high frequency. لكن الهارش عنده مين؟ low frequency. طيب the frequency space by the length of air column. خلي بالك ان هي هنا inversely relation، فانا هنا ممكن اقول لك increase by decrease the length. لو كتبت لي decrease by increase the length تمام، المهم ان هم عكس بعض. by increasing the space the frequency increase and sound tone became ايه؟ طيب
كل ما هعمل ايه باي انكريزنج ذا مين، خلي بالك كل ما هزود بالنسبه، لو احنا مثلا عندنا هنا لا هو هنا مش تايب صفر تسويل، الفريكونسي انكريز. طالما الفريكونسي انكريز يبقى الساوند بيكم ماله شارب. طيب يبقى انا كده هزود في مين، في الفريكونسي باي انكريزنج ذا بيتش. كل ما ازود البيتش يبقى الفريكونسي انكريز فيبقى مين شارب. The measuring unit of sound intensity is مين what per meter square. noise intensity دي مين بالديسيبل. اللي بعده by increasing amplitude 3 times، ما هي كانت الاي مع مين مع الاي سكوير، فانا بقول لك ان هنا دي 3 سكوير هتبقى بكام 9 times، يبقى increase to 9 times. The string are fixed above an empty wooden box in guitar 2 نقط. يبقى هنا السترينج to ايه increase surface area اللي هو الجيتار surface area، زود السيرفيس area فهزود الساوند انتنسيتي. sound intensity is space proportional to the density directly. كل ما ازود الساوند انتنسيتي كل ما ايه، كل ما ازود ال اسمه ايه ده الدنسيتي، كل ما مين مع الساوند انتنسيتي هتزيد. يبقى هنا دايركتلي زي ما قلنا كده، لو انا كان عندي الهيليوم والكربون دايوكسيد كان الساوند اعلى في الساوند في مين في الكربون دايوكسيد لانه كان هاي دنسيتي. تايب اوف ساوند ويفز، الساوند ويفز كان التايب عندي ممكن اقسمهم لايه؟ قال لك ان هو كان ميكانيكال لونجيتيودينال. اللي بعده مين اللي هنا بيقول لك accompany the blowing of storm that، اللي هو مين اللي بيجي مع الويند، اللي هو مين كان الانفراسونيك ساوند. the frequency of sonic sound، السونيك من كام لكام؟ من 20 هرتز لحد 20 كيلو هرتز. اقل من كده يبقى انفراسونيك، اعلى من كده يبقى مين؟ يبقى التراسونيك. the medium that allow most of light to pass هو مين؟ transparent. light travel in straight line. اللي بعده space and space all transparent media، اي transparent ممكن اقول لك الاير والووتر. اللي بعده كرتون از، الكرتون ده بالنسبه الورق الكرتون ده اللي هو opaque، لكن البيور جلاس ده يعتبر مين؟ ترانسبيرنت. اللي بعده the light intensity of a surface is space light intensity مع السكوير ديستانس مالها inversely. يبقى تعالى كده نقول على جنب الانتنستي قلنا خارج منها كام حاجه. اول حاجه عندي مع الديستانس قلنا inversely 1 هنا الاي 1 اوفر دي سكوير، مع الامبليتيود دايركتلي مين؟ اي مع دايركتلي مع الاي سكوير، مع الدنسيتي دايركتلي، والويند دايركشن دايركتلي. طيب احنا كنا وقفنا لحد فين؟ ماشي هنا the woolen jacket causes، هو هنا بالنسبه للريفلكشن هيبقى مين؟ irregular، والستانلس ستيل ده يسبب مين؟ regular reflection. طيب when light ray travel from water to air الووتر ده هاي density، يبقى من الاعلى من الهاي للو هيبقى ماله؟ يبقى هنا كده عامة الريفراكشن هيبقى فار. تمام؟ طيب when a light ray travel from water to the air the space of A يبقى الانجل اوف مين؟ ادي هنا كده قلنا ووتر وقلنا مين؟ الاير.
ده مين؟ ده النورمال. احنا قلنا هيبقى مين؟ 4. طالما يبقى هنا كده مين الاكبر؟ الانجل اوف ريفراكشن. يبقى انجل اوف ريفراكشن اكبر من الانجل اوف مين؟ اوف انسيدنس. if the absolute refractive is 10 power 5 and the velocity of air is 3 by 10 power 8 meter per second. هو عاوز يحسب مين؟ velocity of air او velocity of light through the medium. تمام؟ طيب فانا هنا هعمل divide بسيطه جدا. 3 by 10 power 8 over 10 power 5 هيديني مين؟ 3000. يبقى 3000 meter per second. طيب light space is it changes the light path when it travels from transparent medium to another transparent. ده مين؟ refraction. طالما عندي two medium ده refraction. طيب another medium different in mean light density أو density of light. density of light. اللي بعده when a light ray falls perpendicular on reflecting surface it reflects space because the angle of incidence equals the angle of refraction equal مين؟ طيب هو هنا reflect on itself هنعكس على نفسه. ليه؟ لأن الانجل اوف incidence equal angle of refraction equal 0. تمام كده؟ طيب يبقى معنى كده بقول لما هو يبقى perpendicular يبقى الانجل اوف incidence equal angle of refraction equal 0. طيب بعد كده بقول لك the optical density of a medium differs from one medium to another due to change in space through such medium. speed of light. سرعة اللايت هي اللي هتبقى مختلفة. speed of light. all the following factors affect the sound intensity except مين؟ الفريكونسي. ليه؟ لأن الفريكونسي ده بيعتمد على مين؟ على الساوند بيتش. the intensity of sound space when the direction of the wave is opposite wind direction. يبقى لما هكون عكس الويند يبقى الانتنسي decrease. the sound pitch depend on space. الساوند بيتش بيعتمد على الفريكونسي بس. the distance between الاير والsource of sound 1 over d square. الدي دي هتبقى دبل هتبقى 1 over 2 square هتبقى مين؟ decrease to quarter. الأسئلة دي مهمة جدا 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 جدا. The human can distinguish sound لما يكون من كام؟ من 20 ل 20,000 اللي هو مين؟ 20 كيلو هرتز. طيب ال 50 كيلو هرتز لا دي أكبر من ال 20 فمش معايا. 30 كيلو هرتز برضو أعلى من ال 20 فمش معايا. ال 5 هرتز أقل من ال 20 هرتز فمش معايا فهي مين؟ ال 300. The measuring unit of sound intensity is what? Per meter square. The space wave can be heard. أقدر أسمعه هو مين؟ السونيك. مش هقدر أسمعه الانفراسونيك والالتراسونيك. الانفراسونيك لأن هي less than 20 هرتز والالتراسونيك إن هي greater than مين؟ 20 كيلو هرتز. طيب الفريكونسي of 200 هرتز بالنسبه لل 200 بالنسبه لل 100 هيبقى ماله؟ شاربر لانه اعلى في الفريكونسي. طيب خلاص بقى نقعد حبه عشان انا خلاص. sound velocity is 330 meter per second and has wavelength 0.1. طيب انا هنا مديك انا هنا ال V equal F باي لامدا. طيب انا هنا مديك ال V ومديك اللامدا عاوز احسب ال F يبقى ال F equal V over لامدا. ال V بكام؟ 330. اللامدا بكام؟ 0.1 اللي هي equal كام؟ 3300 هرتز. The voice of Ayman differs from the voice of Sarah. الديفرنس في مين؟ في الساوند بيتش لان هو هنا ايمن هيبقى هارش وساره هتبقى شارب. اللي بعده
breaking down stones of kidney is from medical. اكيد ده medical طبي طبعا. human ear can hear all this frequency. تقدر تسمع كل ده ما عدا مين؟ ما عدا ال 3 هرتز. ليه؟ لان ده اقل من 20. لكن ال 30 وال 300 وال 200 ده رينجز بين مين ومين؟ ما بين ال 20 وال 20 كيلو هرتز. طيب harmonic tones higher than fundamental tone in pitch بس اقل منها في الانتنستي. يبقى الهارمونيك تون اعلى من الفاندامنتال فين؟ في الفريكونسي، واقل منها في ايه؟ في الانتنستي. طيب in separate wheel if the number of the gear هنا مديني بقى لمين؟ separate wheel ادي هنا الاف ان دي تي. طيب هو عاوز يحسب الاف ايكوال ان باي دي اوفر التي. الان بكام؟ ب 100. الدي بكام؟ 360. طيب قال لك بير مينيت يبقى هنا 60. ايكوال كام؟ 600 هرتز. طيب في اي سؤال لحد هنا؟ نخش في اللي بعده. When the number of gear teeth in separate wheel in double يبقى الفريكونسي increase to double. يبقى القانون عندي اهو F N دي تي الريليشن ما بينهم دايركت يبقى هنا increase to double. All the following factors affect sound intensity ما عدا مين؟ ما عدا الفريكونسي لان الفريكونسي ده تبع الساوند بيتش. The measuring unit of noise is decibel. The distance covered by sound wave in 1 second ده مين؟ طالما distance وسكند قلنا ده مين؟ ده السبيد. اللي بعده when the frequency of sound increase يبقى البيتش increase. قلناها الانتنستي. طيب the voice of men is harsher than voice of women. طيب stringed musical instruments are supplied with wooden box to increase the mean intensity. اللي بعده if the direction of wind opposite the direction of sound يبقى الساوند reach will decrease. amplitude of sound wave increase to double يبقى لما الامبليتيود increase to double ما هي الاي كانت دايركت ريليشن مع الامبليتيود سكوير فهنا كملها increase 4 times. اللي بعده sound wave propagate in air in the form of لا الساوند هنا سوري spherical. لو لايت هي اللي كانت هتبقى straight. when the length of vibrating string increase لما اللينث increase يبقى الفريكونسي decrease. زي لما قلت لك الاستك اللي هتحطه في سنك تفضل تعزف بيه كل ما هتقلل الطول كل ما مين؟ كل ما الفريكونسي عندك هيزيد. بعد كده بقول لك ultrasonic waves are used in the all the following fields except avoiding noise. مش قصتي خالص. اللي بعده space waves can be heard by human ear اللي اقدر اسمعه هو السونيك. اللي بعده the dolphin trainer uses a whistle producing a sound which can be heard by dolphin and can't be heard by human. الفريكونسي بتاعه هيبقى قد ايه؟ اكيد هيبقى اكبر من كام؟ من 20,000 اللي هو مين؟ 25,000. طيب the sound wave of frequency is هنا دي كام؟ 30,000 hertz is called ultrasonic. The doctor use waves. طيب break down kidney stones يبقى معنى كده ان هو ultrasonic. مين في دول ultrasonic؟ more than 20 كيلو هرتز. خلي بالك ان هنا في كيلو تمام دي غلطه هنا من الشيت. more than 20 كيلو هرتز. white light consists of 7 spectrum colors. space color smallest deviation اقل deviation عندي اللي هو مين؟ red. The space color in spectrum color has the highest frequency الفايولت. دي باور 12. Is the frequency of red is 4 by 10 باور 12.
يبقى الفريكونسي بتاع الفايولت، هو الفايولت في الفريكونسي اعلى من الريد. مين في دول الرقم اللي اعلى؟ على فكره هي عامه دي 4 بس، مش 4.5. دي موجوده في المعاصر على فكره، بس مش فاكر رقم السؤال المره دي يعني. 7.5. بعد كده بقول لك photon energy equal Planck's constant by مين؟ الفريكونسي. the quanta of green بالنسبة لليلو. تعالى كده نرتبهم: ريد، اورنج، يلو، جرين، بلو، اندجو، فايولت. كل ما بنزل لكده الفريكونسي بيزيد واللامدا بتقل. طيب يبقى انا كده الفريكونسي بتاع الجرين اكيد هيبقى اكبر من مين؟ من اليلو، يبقى greater than yellow. light waves are space. اللايت electromagnetic transverse. اللي بعده the distance that light travel. قلنا طالما في distance وفي second يبقى ده مين؟ السبيد. the space color in spectrum color has highest frequency. مين اعلى فريكونسي؟ الفايولت. the photon energy ماشي دي لسه قايلينها اللي هو الفريكونسي. the quanta of energy is green بالنسبة لليلو، ما ده لسه قايلينه. الجرين بالنسبة لليلو يبقى ماله؟ greater than. خلي بالكوا دي بتتكرر عشان دي اسئلة التقييمات. the medium which permits most light to pass through it. ده مين؟ ده الترانسبيرنت. light travel in straight line. طيب all the following properties of light except light travel in straight line دي معانا. can be analyzed لل7 spectrum color دي معايا. electromagnetic waves دي معايا، لكن هو مش بيتكون من compressions ولا refractions، هو كان بيتكون من مين؟ من crest و trough. crest و trough، crest و trough. if the distance between surface and light source decrease to its half light intensity يبقى هنا 1 over half square يبقى increase to 4 times. يبقى increase 4 times. اللي بعده by increasing the thickness of transparent medium the quantity of light that pass. كل ما ازود الثيكنس يبقى اللايت ايه اللي هيحصل له؟ decrease. if the frequency of red color ماشي طالما يبقى هنا الفريكونسي بيزيد فتبقى 7.5. اللي بعده the human skin is considered as opaque. اكيد حدش يقول لي والله العظيم انا شايف عروقي، لا هو انا هنا شايف البروز بتاعها بس انا مش شايفها ولا شايف اللي جواها. all the following are examples of transparent medium except. على فكره هو الفلنت جلاس، هي دي اسئله التقييمات عامه. الفلنت جلاس ده ترانسليوسنت، والميلك ده ايه؟ ده اوبيك، يبقى هما الاثنين هيبقوا معانا. سبيس كولر هاز ذا ليست اقل ديفيشن، ده عندي الريد. سبيس يوز تو كونسنتريت لايت فور ليدنج، قلنا دي اللي هي مين؟ الستاند لامبس اللي هي الاباجوره. تمام يلا الترو فولس مع بعض كده. ساوند فيلوسيتي ان سوليد less than liquid and air، لا غلط طبعا. ساوند انتنسيتي في السوليد اكبر من الليكويد اكبر من الجاز. The type of sound depend on the distance between source of sound and the ear. لا ده مين؟ ده الساوند مين؟ intensity. The sound waves are transverse mechanical، لا طبعا transverse electromagnetic. As the length of vibrating string decrease the frequency of produced sound decrease. هنا كل ما اللينس هيقل كل ما الفريكونسي هيزيد، طبعا، بس هنا قال لك decrease يبقى false. Sonic waves have frequency more than 20 كيلو هرتز و less than 20 هرتز، لا غلط العكس. Sonic waves the frequency range between 20 هرتز لحد 20,000 true. أخيرا Sonic waves are used in sterilizing food و substance true. sound wave frequency 15 كيلو هرتز ده سونيك، تمام. الترا سونيك ويفز بستخدمها في الميديكال فيلد، تمام.
infrasonic are used for weather forecast. لا ده الانفراسونيك، لكن الالتراسونيك هي اللي لا، سوري. some sound waves can't be heard by human. طبعا اللي هم مين؟ الالتراسونيك والانفراسونيك مش بقدر اسمعهم. human can't hear sounds produced by dolphin. true، لان دي الترا ساوند. dogs can hear all sound produced by human، بيسمع كل الساوند طبعا اللي الهيومن بيطلعها. light travel in zigzag line مش معانا. metals are transparent objects. الميتال transparent لا طبعا. as transparent medium increase the ability of light to pass decrease. طبعا كل ما هزودهم كل ما الثيكنس هيزيد كل ما اللايت هيقل. light electromagnetic wave travel through space only. لا، ممكن يتحرك في الووتر ويتحرك في اي ترانسبيرنت عامه. a light wave transfer as a spherical wave. لا، السفيريكال ده الساوند مش اللايت. طيب هنرجع لده، بس انا عاوز نحل المسائل اولى. تعالى نكتب هنا كده القوانين بتاعتنا. اف ان دي تي والفي اف باي لامدا. طيب هنا بيقول لي عاوز احسب الويف لينث ومديني الويف لينث اللي هو اللامدا، يبقى عايز اللامدا ايكوال في اوفر الاف. الفي بكام؟ اهي 1500 وهنا مين؟ 1000 ايكوال 1.5. الويف لينث عندي بمين؟ بالمتر. اللي بعده عاوز احسب نمبر اوف تيث اللي هي الان. الان عندك هتساوي مين؟ ايوه اف باي تي اوفر الدي. الاف عندي بكام؟ 120. التي بكام؟ مينت اللي هو كام؟ 60. اللي هنا الدي بكام؟ 180. 360 teeth. اللي بعده a person stood at distance 660 meters دي الدي from mountain and produced a sound heard after 4 seconds. عاوز يحسب ال velocity of sound. حلو. طيب يبقى ال v دي over ال t، يبقى ال v equal ال d over ال t. equal 165 meter per second. اللي بعده a sailor produced a sound in the sea he heard after. ماشي، هي سمع الايكو بعد مين؟ ادي ده مين؟ التي. مديني الفي because عاوز احسب مين؟ الدبث اوف سي اللي هو مين؟ الدي. ما هي الدي ايكوال في باي تي. الدي ايكوال في باي تي. ده تاريخ هجري ده ولا ايه؟ ايكوال 861 متر. ده العمق بتاعه. عاوز احسب نمبر اوف روتيشن اللي هو عاوز يحسب الدي، يبقى الدي ايكوال مين؟ اف باي تي اوفر الان. اف باي تي اوفر الان. طيب الاف بكام؟ ب 300. الدي بكام؟ الان سوري بكام؟ ب 100. والتي بكام؟ 2 مينت اللي هم 120. تمام. هبدا اقول مين؟ 300 باي 100 اوفر 120 ايكوال كام؟ 250 سايكل. طيب تعالوا نحل كده نكمل. هنا بيقول لي ده الاي ده مين؟ انسيدنس، يبقى انسيدنس. طيب البي سي اللي هو ده ريفراكتد، لان خلي بالك ان ده لايت ريفراكشن. الاكس انجل اوف انسيدنس، لكن الواي انجل اوف ريفراكشن. طيب
هنا بعد كده بيقول لي calculate the angle of incidence and refraction. خلي بالك احنا قلنا ان دي كده perpendicular، دي ب 30، دي كلها ب 90، 90 minus 60، وهنا مين 60. تمام. معنى كده هستنتج من هنا مين؟ ان الانجل اوف انسيدنس equal angle of refraction. طيب what will happen if this light ray fall perpendicular on the reflecting surface؟ ايه اللي هيحصل؟ ان هو it will reflect on itself، هينعكس على نفسه. ليه؟ لان الانجل اوف انسيدنس equal angle of reflection equal 0. هنا بقول لك in figure 1 الانجل اوف ريفليكشن هنا بزيرو، وهنا الانجل اوف انسيدنس هتبقى بكام؟ تبقى ب 60، وهنكمبليت كده. طيب الساعة 3:08. حاولنا احنا كان فاضل لنا الساينتفك والجيف ريزون. طيب بما ان خلاص وقت السحور يعني خلاص، فلحد هنا تكون حصتنا خلصت. وطبعا الريفيجن شيت هنزله انسر، وهنزله موجود زي ما هو ان شاء الله كده، وان شاء الله هيكون عليه اضافات في فتره العيد دي. هقعد اسبوع العيد ده ازود فيهم اسئله، وهنزله لكم ان شاء الله على الشانل بتاعت التليجرام. وطبعا لو حد عنده اي سؤال طبعا بسيب لكم الواتساب في الديسكربشن، اللي عنده اي سؤال واللي عنده اي حاجه يتفضل يبعت في اي وقت. وطبعا لو استفدت بالفيديو ما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب، وتستنانا في فيديوهات جايه كتيره. ومع السلامه.